في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اساسيات هدومنا في فصل الشتاء او اساسيات دولابنا في فصل الشتاء. حبيت ان اعمل النسخه الشتوي من الفيديو الصيفي اللي كنت عاملاه قبل كده، اللي هو ازاي نشتري هدومنا صح وايه الديزاينات اللي نشتريها وكل الكلام ده. هاي جايز واتساب، انا بسنت بعمل فيديوز عن ازاي نبني دولابنا صح وازاي نلبس لو احنا بتيت وازاي نعرف الستايل بتاعنا وعن الهدوم المستعمله، عن اي حاجه ليها علاقه بالفاشن عموما. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو. في فيديو كنت بتكلم فيه عن الجينز لوحده، هنزل لكم اللينك بتاعه علشان انا هستثنيه في الفيديو ده ومش هتكلم عنه، فتقدروا تشوفوا الفيديو. هسيب لكم اللينك تحت تقدروا تشوفوه. في الفيديو ده هنتكلم عن البلوفرات وعن الجواكت وعن انواع الصوف وكل الكلام دوت والشوزات وهكذا. يعني بلوفرات يعني صوف، وبما اني بشتري اغلب الوقت قطع هدوم مستعمله فده خلاني اشوف انواع كتيره من الصوف عمري ما كنت هسمع عنها ولا عمري كنت هقدر ان انا اشتريها عموما. حاليا ده كمان خلاني ابحث اكتر في انواع الصوف واعرف انواع الصوف الطبيعي عموما، فحبيت اشارك معاكم الموضوع دوت عشان لو حابين برضك تشتروا مستعمل او لو انتوا اصلا بتشتروا مستعمل فتبقوا عارفين اكتر عن خامات الصوف اللي بتشتروها وتركزوا وانتوا بتشتروا، لان فعليا الصوف اللي هتلاقوه في المستعمل عمركم ما هتلاقوه بره في اي حته عموما، لانه بيبقى صوف طبيعي. وفي انواع صوف كتير جدا. يعني انا جربت صوف الكشمير دوت، انا عمري اصلا ما شفته في حته عموما ولا اصلا هقدر اوفره حاليا بالنسبه لي يعني كشخص. صوف الكشمير عموما اي مثلا بلوفر منه او اي حاجه بسيطه منه بتبقى ب 3000 و5000 جنيه، فالموضوع ده بالنسبه لي حاليا اكيد صعب جدا. ولكن طبعا الهدوم المستعمله خلتني اجرب كل ده وخلتني اقدر اوفره بسهوله جدا. فيلا بينا نتكلم عن انواع الصوف كده، لو حد عايز يتخطاه يقدر ان هو يطلع بالفيديو قدام شويه. هنتكلم فيه عن انواع الصوف من باب ان احنا نبقى عارفين، وحتى من باب اللي هو معلومات عامه عشان نبقى عارفين عموما ايه هي الخامات واحنا بنشتري برضك لو عندنا اهتمام بمجال الفاشن في العموم. الصوف الطبيعي هو الصوف اللي بناخده من الحيوانات عموما، وكل اسم صوف بيكون على حسب اسم الحيوان اللي متاخد منه على حسب ما فهمت. يعني الطبيعيه الالياف الصوف عموما بتخلي قدرتها عاليه على امتصاص الرطوبه وبتكون بتدفي وناعمه جدا على الجسم ومناسبه جدا للناس اللي عندها حساسيه ما بتقدرش تلبس صوف. وطبعا اهم ميزه بالنسبه لي صراحه ان هي بتكون خفيفه جدا في الوزن. يعني الحاجه مثلا بتكون خفيفه طبقه رقيقه جدا كاني لابسه تي شيرت عادي، ولكن بتكون بتدفي جدا، فده بيخلينا نقلل فكره ان احنا نعمل طبقات ياما في الشتاء وما نعرفش نتحرك كده. كمان هي بيكون فيها طبقه طبيعيه انا مش فاكره حاليا اسمها علشان ما بقاش بفتي يعني، ولكن الطبقه دي بتخليها مقاومه للميه ومقاومه للبقع. يعني مثلا لو انتوا لابسين حاجه صوف طبيعي والدنيا شتت عليكم هتلاقوا ان هي بتنطر الميه، مش سهل ان هي تخش لها الميه. حتى وانا بغسلها بلاقي ان هي بتشرب الميه بصعوبه عموما، وده دايما بيخليني لما باجي اشتري اي حاجه عموما من المستعمل بشوف التيكت بتاعتها، اشوف ايه المكونات بتاعتها، لو لقيت فيها اي حاجه من الاصواف اللي هقول لكم عليها دلوقتي بشتريها على طول، لانها فعلا خامتها بتبقى حلوه جدا، مريحه في اللبس وناعمه على الجلد وخفيفه في الوزن وفي نفس الوقت بتدفي. لما جربتها ما بقتش اي حاجه تعجبني عموما. انا بقالي تقريبا يمكن 2 أو 3 عمري ما اشتريت بلوفر من بره من اي محل عموما. صوف عموما انواع ياما وممكن يوصل تقريبا ل10 انواع او اكتر، ولكن احنا دلوقتي هنتكلم عن الانواع الاقيم والاغلى والانعم والالطف على الجسم. يعني اول حاجه معانا هي اللامبس وول. دي بتكون كده زي اول قطفه كده او اول زرعه للخروف وهو صغنون وهو عنده 7 شهور كده، بيقصوله الصوف بتاعه، وده بيكون صوف ناعم جدا جدا ومضاد للحساسيه. يعني لو شخص عنده حساسيه في جسمه او حساسيه في صدره من الاصواف يقدر يلبسها عادي جدا، مش هتعمل له حاجه وهتدفيه. نوع صوف معانا هو صوف المارينو. صوف المارينو دوت بيتاخد من حيوان اسمه المارينو طبعا، والالياف بتاعته بتشتهر بانها فائقه النعومه، يعني ناعمه جدا ان احنا نلبسها على جلدنا على طول من غير اي وسيط بينها وبين جلدنا. زي ما قلنا من الطف ومن انعم الانواع الصوف اللي نقدر نلبسها على جسمنا على طول، ناعمه جدا ويعتبر غالي جدا او من اغلى الانواع، لان عمليه معالجته بتخلي لو احنا مطلعين كميه عقبال ما نعالجها وكده بتطلع نصها بس، فالعمليه بتاعته بتاخد وقت وفي نفس الوقت مكلفه وكميتها قليله، فده بيخليه صوف نادر وغالي جدا. ثالث صوف معانا هو صوف المهير، والنوع ماعز اسمه الانجوار تقريبا على حسب يعني ما انطق، مش عارفه النطق صح ولا لا، ولكن برضك يعني تقدروا تتاكدوا من الموضوع. المهم ان هو اليافه بتكون سميكه شويه، ولكن برضه هي ناعمه جدا على الجسم وحلوه جدا برضك في اللبس. رابع حاجه معانا وهو صوف الكشمير، وده بيتاخد من ماعز الكشمير، وكل ده بياخدوه من الجزء السفلي من الماعز. فعلشان نعمل مثلا بلوفر منه او جاكيت بسيط محتاجين مثلا الصوف بتاع معزتين او كده،
فده بيخليه غالي لان احنا محتاجين منه كمية بقى كبيرة، فده بيخليه غالي جدا. وفي نفس الوقت هو كخامة ناعم جدا وبيدفي اكتر 3 مرات من الصوف العادي، وفي نفس الوقت قيم كشكل وعمره طويل علشان الصوف بتاعه متين. خامس صوف معانا هو صوف الانجوار. ده بردك المفروض ان احنا منخلطش ما بينه وما بين ماعز الانجوار، ده بيتاخد من صوف الارانب، وده بردك صوف ناعم جدا وحلو جدا وبيدفي جدا. بس هو حساس شوية كنوع صوف، فدايما هتلاقوه داخل مع انواع الياف تانية علشان يقدروا ان هم يعملوه قطع يعني. وبر الابل، وده بناخده من الجمال او الابل اللي بتربى في المناطق المتجمدة زي الصين ومنغوليا وروسيا. يافو شبيهة بالمهير، جمعتها زي صوف الاغنام ونعومتها زي صوف الكشمير. غالبا ده بيسيبوه بنفس لونه علشان هو حساس ان هو يتلون، فبيسيبوه بنفس لونه البني او الذهبي الفاتح. سادس حاجة معانا تقريبا هو صوف الالبكة، من حيوان اسمه الالبكة من امريكا الجنوبية. وزنه خفيف ودافي اكتر من صوف الاغنام وانعم من صوف بردك الكشمير، ومنه هو مضاد طبيعي للحساسيه برضه. نوع صوف نادر جدا، انا صراحه مش عارفه انطق اسمه صح لان هو بالنسبه لي قريب لفيرونيكا فالمهم انا هكتب لكم بردك اسمه وهحاول ان انا انطقه لكم، او مش عارفه يعني هعمل اي حاجه، بس انا هكتب لكم الاسم. غالبا اتاخد من حيوان شبه حيوان الالبكه كده وشبه حيوان اللاما وبيعيش في جبال الانديز. ده من اندر انواع الصوف لان الحيوان اللي بياخدوا منه بدا ان هو ينقرض، وبيحاولوا ان هم يحافظوا عليه لان الباقي منه عدد قليل جدا، فبقوا بيقصوا الصوف بتاعها كل سنتين. وكمان في شرط تاني ان الحيوان ما يتقصش اكتر من 5 مرات على مدى حياته، فده بيخليه صوف نادر جدا وغالي جدا، وهو بردك دافي جدا وناعم جدا واحلى بكتير من صوف الكشمير. اخر حاجه هو الصوف القطبي، بيجي من حيوان اسمه المسك، يكون في كندا والاسكا. هو بردك انعم من صوف الغنم بكتير واقوى منه واكتر دفء منه ب8 مرات، يعني لو صوف الغنم بيدفي قراط فده بيدفي 8 قراريط بس كده ده كل كلامنا عن الصوف. ده تقدروا تقروه من باب المعلومات العامة، والمهم بس ان انتوا تبقوا عارفين الاسامي عشان لما تيجوا تقروا التيكت اللي على الحاجة تبقوا عارفين الحاجة دي متكونة من ايه. يعني البلوفر اللي انا لابساه دوت او البتاع اللي انا لابساه ابو زراير دوت عشان هو زرايره بتتفتح، فممكن برضك يتلبس كارديجان. كنت جايباه في الهول بتاعت من اللي فاتوا ديت، هنزل لكم اللينك بتاعه لو عايزين تشوفوها. ده كان ب20 او 30 جنيه، ولكن دوت فيه صوف طبيعي بتاع اغنام وفي نسبة كشمير وفي نسبة مارينو، وداخل معاه فيسكوز وداخل معاه مش فاكرة خامة تانية برضك كده. هصور لكم التيكت بتاعته مكتوب عليها الحاجات ديت. فهو حلو جدا وبيدفي جدا، وطبعا 30 جنيه او 20 جنيه مش حاجة طبعا ان انا عشان اجيب حاجة زي كده مش اقل من 2003. فهي دي ميزة ان الواحد يشتري مستعمل، وميزة ان هو يشتري وهو فاهم طبعا. طيب لو احنا مش بنشتري حاجات من المستعمل وبنشتري حاجات جديدة، ركزي دايما وانتي بتشتري ان الحاجة يكون فيها نسبة صوف. اكيد هيبقى صوف صناعي ولكن بردك هتدفي اكتر من اني البس حاجة اكليريك داخلها مثلا خامات شبه القطن. دي حاجة هتبقى ساقعة جدا بالنسبة للشتاء، واحتاج ان انا البس تحتيها حاجات ياما عشان احس ان انا متدفية، وهتبقى كلكعة كتيرة جدا. فدايما دوري ان الحاجة اللي انتي بتلبسيها في التيكت بتاعي يكون مكتوب ان هي فيها نسبة صوف علشان تدفي اكتر. ممكن تعملي تيست كده بسيط وانتي واقفة، المسي الحاجة كده واعملي لها كده، لو حسيتي ان هي بتدفي او بتسخن وانتي ماسكاها فدي برضك تعتبر نسبيا كويسة. وطبعا كل ما تعلي في الفلوس وانتي بتشتري كل ما هتاخدي اكيد حاجة احسن. الاوفرات بقى بالنسبة للديزاين بتاعها، فكل مثلا ما الحاجة تبقى مضفرة زي كده بيكون شكلها اشيك واقيم حتى لو هي مش غالية. وبرضو الحاجات اللي هي مشعرة او فيها شعر كده او مهير برضك بتكون قيمة وشكلها شيك جدا. طبعا لو ما عندكيش الاشكال الاساسية فخليكي في الحاجات السادة والالوان طبعا البيزك، والحاجات البيزك والديزاينات البيزك اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. هسيب لكم اللينك بتاعه هيظهر هنا او هنا، وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت تقدروا تشوفوه برضه. تاني حاجه هنتكلم عنها هي الجواكت، واول حاجه حابه نتكلم عنها هو الجلد. الجلد طبعا الطبيعي من اجود واحلى الخامات اللي ممكن تستثمروا فلوسكم فيها وتشتروه. دي فكره اختي قالتها لي او فكرتني بيها، يعني سهل جدا ان احنا نروح عند بتوع الدباغه ونديلهم الشكل اللي احنا عايزينه وهم يعملوه. يعني انا كنت بفكر اني عايزه اجيب جاكيت فانتج زي ده، وعايزه اجيب فيست زي ده برضه، كان نفسي في واحد زي ده جدا اكتر من الجاكيت كمان. فهي فكرتني بالموضوع، فتقدروا ان انتوا اخر الشتاء حتى لو هتشتروا الحاجه دي غاليه شويه بس هي هتقعد كتير جدا وعمرها طويل، وطبعا مش بيبوظ، ولو حصل له حاجه بتودوه الدباغه بيرجع جديد زي ما كان. فده استثمار حلو جدا بالنسبه للشتاء. الجلد الطبيعي كجاكيت وانتوا بتشتروه بيكون تقيل ومش بيقشر. طبعا ممكن تلاقوا فيه حاجات مفتاحه ولا حاجه، بس دي طبعا بتتعالج بالدباغه مبيبقاش فيها حاجه. طبعا اول ما جابوها هتلاقوا باباكوا كده قام ماسكه وبيحاول ان هو يولع فيه علشان يعمل له اختبار للجلد وكده.
ده الطبيعي بتاع كل الابهات. في بقى البديل النازل جديد اللي بيتعمل منه البنطلونات والجيبات وساعات الجواكت اللي هي الخفيفه والقمصان، بردك كويس وحلو، واعتقد انها خامته كويسه وبتقعد فتره يعني، وتقدروا بردك تشتروه من المنشيه او من الزنقه يعني وتفصلوا بردك لو حابين. بقى الديزاينات اللي ممكن نجيبها من الجلد وتكون تايمليس او تكون حاجات اساسيه اقدر ان انا اشتريها. طبعا زي ما قلنا الشكل الكلاسيك للجاكيت الجلد هو الموتو جاكيت، لو هو مناسب للستايل بتاعكم ممكن بردك تجيبوا بليزر. البليزر بردك من الحاجات الترندي، ولو الستايل ده مناسب ليكوا فتقدروا بردك تستثمروا فيه وتعملوه مثلا جلد طبيعي، او مثلا تشتروه بردك هيبقى حلو جدا. وبرده الترنش كوت بس طبعا زي ما قلنا قبل كده ان هو بيدي حده شويه، فلو مش الستايل بتاعكم بلاش عشان ما تجيبوش وتركنوه. اخر حاجه طبعا الستايلات اللي هي الفانتج اللي هي زي الصور اللي هنزلها لكم ديت حلوه جدا بردك، وانا شايفاها صراحه من وجهه نظري عمليه جدا بالنسبه لي. دلوقتي وقت ان انا افكركم لو عجبكم الفيديو ده وحابين تنضموا للعيله اللي لسه مبنيه في العيله دي بنهتم بيها بمشاكلنا بالفاشن وازاي نحلها وازاي نبقى شيك اون بادجت. لو انتم مهتمين بالمحتوى ده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس وتشيروا القناه لاصحابكم وتعملوا لايك للفيديو ده وتشيروا لهم عشان القناه تكبر بسرعه، عشان يكون عندي حماس اعمل محتوى اكتر. الجواكت والبلطوهات برضه طبق عليها نفس موضوع الصوف، ولكن انا لحد الان الصراحه ما قابلتنيش حاجه اللي هي الاقيها مميزه او سبيشال اللي هي مثلا داخلها نسبه كبيره صوف او كده. طبعا عندي حاجات اكيد قيمه واكيد انا جايباها بسعر ارخص من سعرها حتى ان انا افصلها، ولكن ما عنديش حاجه فيها خامات صوف طبيعيه، لان انا اصلا لسه بادئه اشتري بلطوات الفتره دي، ما كانتش ستايلي الفتره اللي فاتت. عموما بردك هيبقى صعب ان انتوا تلاقوها يعني، غالبا وارد تلاقوها في الوكاله اكتر والحاجات دي عشان بيبقى فيها مساحه اكبر وكميه هدوم اكتر غير هنا في اسكندريه. ولكن دلوقتي انا هرتب لكم بردك الحاجات او الاصواف اللي هي الصناعيه العاديه من الاقيم بردك للاقل. وجهة نظر بقى الاسعار طبعا في السوق، ومن وجهة نظر الحاجة اللي هي تقعد معاكم اطول فترة ممكنة، ليه اقل حاجه اللي هي ايه ممكن تحسوها مش عمليه قوي او مش اللي هي الحاجه اللي هتلبسوها دايما. اول حاجه معانا هو الصوف الانجليزي المهير، وده بيكون صوف على مهير، ده من اغلى الاقمشه اللي في السوق حاليا يعني، مش عارفه تقريبا المتر ب 200 وحاجه. طبعا انا عندي منه بالطو وانا البالطو اصلا شاريه ب 200 جنيه اللي هو دوت، عشان كده المستعمل بيبقى ارخص في الشتاء يعني. احنا لو حسبنا سعر البالطو دوت عقبال بس ما اجيب القماش هيخش على 1000 جنيه، بينما انا جايباه ب 200 جنيه غير لسه حق التفصيل وان انا انزل بروفا والجو دوت. فدايما المستعمل الصراحه بالنسبه لي هو الحل الامثل يعني. تاني حاجه هو الجوخ الصوف. الجوخ الصوف عموما من مميزاته ان هو عملي وبيدي شكل شيك يعني، من الحاجات اللي هي عمليه ان انا البسها كل يوم ومناسبه لان انا انزل بيها كل يوم عادي، مش هحس ان انا مثلا حاجه اوفر او كده، وفي نفس الوقت شكلها قيم جدا وشيك. تالت حاجه هو الصوف الانجليزي، هو شبه بردك الصوف الانجليزي الموير بس هو حاجه اقل شويه، بس انا ما حطيتهوش ورا الصوف الانجليزي المهير على طول عشان انا حسيت ان الجوخ الصوف عموما عملي اكتر، وانا زي ما قلت لكم مرتبين على حسب الاسعار والعمليه وكل الكلام ده. بقى حاجه هي الصوف الفرو. الصوف الفرو برضك قايم جدا وشكله حلو، ولكن هو بيبقى سميك شويه فمش كل الناس هتحبه، عشان مش كل الناس بتحب ان هي تلبس حاجه كبيره فتحس ان هي تديها وزن او ان هي تعرف تتحرك بيها، فمش هيبقى عملي برضك بالنسبه لكل الناس. وخامس حاجه هي الجوخ الكارو. الجوخ الكارو برضو حلو، ولكن انا خليته في اخر القايمه علشان هو مقيد نوعا ما مع انه حاجه تايمليس. طبعا القطع الكارو عمرها مثلا ما بتبطل او عمرها ما بتختفي، بس هي ايه بتظهر وتختفي شويه كترند، وفي نفس الوقت بقى مقيده شويه لو حد ما عندوش الاساسيات من كل حاجه، فعشان كده خليتها في الاخر على اساس لو حد عايز يجيبه زياده خير مش اللي هو اساسي يعني. تقدروا ان انتوا تشتروا او تفصلوا على حسب انتوا بقى هتعملوا ايه، ولكن انا بالنسبه لي صراحه اوفر حاجه هي المستعمل، وبعد كده الخياطه لو انا مش لاقيه، وفي الاخر ان انا اشتري حاجه جديده، لان طبعا الموضوع ايه متدرج كده يعني. الشوزات بقى، بالنسبه للشوزات زي ما قلنا احنا كنا قبل كده اتكلمنا عن الشوزات كلام كتير جدا في الفيديو اللي فات، فهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. ولكن في الشوزات الشتوي اي حاجه هتكون خفيفه مريحه وانت حاطه رجلك فيها، وفي نفس الوقت تكون متبطنه شويه، مش اللي هي مثلا احس ان انا حاطه رجلي على حاجات توجعها لي. فدي بردك هتبقى خامتها كويسه وهتبقى حلوه ومناسبه. طبعا الاشكال والتصاميم الاساسيه وكل الكلام ده اتكلمنا عنه في الفيديو بردك بتاع اساسيات الشتاء، هسيب لكم بردك اللينك تحت تقدروا تشوفوه. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الموضوع، واستنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله هوريكم فيه احسن الحاجات اللي اشتريتها في خلال اخر السنة اللي فاتت واليومين اللي فاتوا دولت من الهدوم المستعملة، علشان برضو
بحب اشارك الحوار ده صراحه، عايزه انشر ثقافه المستعمل على قد ما اقدر، علشان الواحد بيقدر يكون شيك اون بادجت، وفي نفس الوقت بيحمي البيئه، وفي نفس الوقت بيحافظ على كم الهدوم ده ان هو يترمى. والله حرام جدا يعني. بس كده، باي.